أنا فاطمة، عمري اليوم 45 سنة، لكن كأن عمري توقف في ليلة 4 جويلية 1997. كنت وقتها بنت 17 سنة. كنت نحلم بحياة عادية، نحلم نكمل قرايتي، نتزوج، نجيب ذراري. لكن هذيك الليلة كسرت كل أحلامي وخذت مني كل شيء. أنا ناجية من مجزرة، لكن النجاة ما كانتش نعمة، كانت لعنة. كان عرس في الدوار، بنت جارتنا واسمها الجوهرة، كانت هي عروس الليلة. كنت معاها نعاونها تلبس، كنت نشوف الفرحة في عينيها، الفرحة اللي كنت نحلم نعيشها يوما ما. العجايز يزغرتوا، الرجال يضحكوا، والأطفال يجريوا بين الطاولات. وسط الضحك سمعت أمي تقول لجارتنا بصوت خافت: يا لويزة، قلبي راهو مزير الليلة. ردت عليها لويزة: استغفري يا مرا، وش من حاجة راهي تخليك تقولي هكذا؟ أمي تنهدت وقالت: ما نعرفش، لكن عيني راهي ترف وقلبي راح يحبس. ضحكت وقلت: يما، ما تبدليش علينا فرحة العرس بهذه الهضرة. لكن لو كنت نعرف وش كان راح يصرى، كنت راح نهرب ونجري بأقصى ما عندي. 10:30 تاع الليل كنا كامل نضحكوا، حتى سمعنا دوي انفجار قوي يهز الدوار. الضحك تبدل إلى سكوت، ثم إلى هلع. صرخات رجال، صرخات نساء، صراخ أطفال، طلقات نارية في كل جهة، تكبيرات مرعبة تهز المكان، وناس تهرب بلا وجهها. جريت للباب نشوف وش راه يصرى، يا ريتني ما خرجت. شفت رجال ملثمين بالسيوف بالكلاشينكوف يدخلوا للبيوت، يذبحوا الناس ويحرقوا كل شيء. شفت جاري عمي الحاج ميلود يحاول يغلق الباب، لكن واحد منهم ضربه بالسلاح على وجهه حتى طاح، ثم رفع السيف وقطع له رقبته أمام ولاده. دم وطار في كل جهة، ومرته كانت تعيط: لا لا. لكن شدوها مشعرها، وواحد فيهم ضحك وقال: هذه للمتعة. أنا حسيت بالموت يقترب. يما شدتني من يدي وقالت لي: فاطمة، نهربوا، إذا بقينا هنا راح نموتوا. جريت معها للخلف من الباب اللي يدي للجنان، لكن قبل ما نخرج شفت جوهرة العروس واقفة قدام الدار، حافية بفستانها الأبيض الممزق، تبكي بلا صوت. وجهها كان فيه الدم، عينيها كانوا مليانين رعب. واحد منهم اقترب منها، شدها مذرحة وقال لها: العروسة لازم تموت بكرامتها، ما نحبوهاش تروح لجهنم. غرس السكين في كرشها. أنا شفتها تموت أمام عيني، شفت الحياة تطلع منها وهي تتخبط وتحاول تتنفس حتى سكتت. يماها الخالة زهرة خرجت تجري وتعيط وتبكي: بنتي بنتي. لكن نفس الراجل شاف ليها وغرس السيف في كرشها هي ثاني. الأم ماتت فوق جثة بنتها، العائلة كامل راحت في دقيقة. ما قدرتش نتحرك، كنت نشوف كلش وأنا مجمدة في بلاصتي. أمي دفعتني وقالت: فاطمة، نجري ولا راح نموتوا كيما الباقي. جريت معها للجنان، كنا نتخباو بين الأشجار، نحاولوا حتى ما نتنفسوش، نحاولوا حتى ما نبكوش، لأنهم كانوا يسمعوا الصوت ويذبحوا أي واحد يتحرك. كنت نسمع العياط، كنت نسمع الرصاص، كنت نسمع البيبان تتكسر والنساء تتوسل وأطفال يعيطوا على أمهاتهم. كنت نسمع الموت وهو يدور بين البيوت يختار الضاحية التالية. بقينا في الجنان حتى بدأ كل شيء يسكت، لكن قبل ما يروحوا شعلوا النار في جميع البيوت. النار كانت تلتهم كل شيء، حتى الجثث، حتى الذكريات. كي طلع النهار خرجت أنا ويما من الجنان،
وأنا كنت نحس روحي حلمت بكابوس، لكن الكابوس كان واقع. الدوار اللي كبرت فيه ما بقاش، راح. الناس اللي كانوا ضاحكين البارح كلهم جثث اليوم. ريحة الموت في كل مكان، الدم ناشف على الأرض، الحيوط محروقة والسواد مغطيها، مجزرة. ما كانش حتى واحد فيهم حي، حتى الأطفال. أول مرة حسيت باللي الموت أهون من الحياة. انتقلنا نعيش في ولاية أخرى عند عمي، لكن أنا ما كنتش حية، كنت جثة تمشي. ما قدرتش نضحك من جديد، ما قدرتش نفرح، حتى النوم ما بقاش يجي. كل ليلة كي نغمض عينيا نسمع العياط، نسمع أصوات التكبيرات، نشوف وجه جوهرة وهي تموت، نشوف وجه الحاج ميلود وهو مذبوح. اليوم بعد 28 سنة ما زال الصوت يدور في راسي. نقتلوا الكبار باش الصغار يبقوا يتعذبوا، وأنا عشت باش نتعذب. اليوم كي راني نحكي في هذه القصة ماشي باش نبكيكم، ولكن باش نفكركم العشرية السوداء ما كانتش مجرد حرب، كانت كابوس عاشوه الجزائريين، وما زالت آثارها في النفوس حتى اليوم. ما ننسوش وش صار، ما ننسوش الضحايا، وما نسمحوش للتاريخ يعاود روحه. رحم الله كل من راح ضحية الإرهاب، وربي يحفظ الجزائر من كل شر.